قام الصادق غسل على الباقر يا دمع العين سحدم يا قلب على ابو جعفر تلجم عليه مريت مصايب ما لها حساب دليل من عظمه تفطر وذاب شاف بكربلاء كل قوم الاطياب ضحايا ونار تلهب بالمخيم. تخيل انت على النعش وانا اقرا لك وتشوفها ممدد قدامك. تصور مش ويا الاطفال مقيدين اسير وينضرب لو بجت عين يا عاين والده ويسمع ونينا على الناقة وعليه يتكاثر اللم بعد ويلا على الباقر يا عيني اللي يدموم عاش ومات ما شاف الفرح يوم تالي قضى والجبد مسموم عليه ابني ويلي هل تهضم عليه ضجة الوادم فرد صيحة الصادق غسله وحطه بضريحه يا بس جثة الصبط ظلت طريح. أيها المؤمنون والمؤمنات الباكون على ابن رسول الله قال أرباب السير وأوصى الباقر لابنه الصادق عليهما السلام وقال بني خذ من أموالي الخاصة 700 درهم وانفقها في منى لكي تندون النوادب 10 سنين. قال بمنى راح يكونون بمنى خليه يبكون علي. سوي مآتم 10 سنين ابغاك تسوي مآتم. من هالسنة هذه تبكون علي بالحاج. من قبل خيام كانت والناس يبكون على الإمام نسوان تلطم عليه بأمر الإمام الصادق لا أحد يمنعهن لا أحد يسكتهن. وأما نادبة الحسين فقد أركبت على ناقة هزيلة وأركبن بنات رسول الله باكيات نادبات على ظهور المطايا من غير غطاء ولا وطاء فلما أراد الأعداء الخروج من كربلاء نادى شمر مروا بهن على مصارع. مروا على مصارع القتل عاد أسألك الدعاء مرت على المشرع زينب نادت أنا على الأزل زينب وخوت على الثرى نوم بين القطعة وجفوفه وبين السلبة ودوم وحاد النوم مربين على الحومة وشفت الجثث بعيوني شفتهم وين خطف لوني صحت يا ناس خلوني أظلوا يا اخوتي والقوم عيا ولا يخلوني لنحاد النيام يل بالخدير موصوفة وما وحيد خيال جان يا بنت المرتضى يشوف
شتقولين يا اخت حسين راح نروح للكوفة. ايام الخدر راحت زينب سمعت وصاحت عتبة وللولي لاحت من عقب الخدر يردون للكوفة يمشوني صدق عقب الخدر لاني مهبطة للراس وطب البلدة الكوفة وتشمت علي الناس ولأن الوادم يقولون هاي اختي البطل عباس يا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي الناس ملتمة ينشدون عن الوليان واسكت من ينشدون والله الخدر وين الخدر وين يا اللي تقول الخدر وين الخدر وين الخدر وين يا اللي تقول الخدر وين والله ويا ابو سكينه ويا ابو سكينه ترى راح